هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش، انا اسمي ساره البردي، والنهارده هنتكلم عن المسلسل الكوري اور اريتن سول، قصتي المجهوله في سول. المسلسل من بطولة القمر باك جي يونج، وكمان باك جين يونج وريوك يونج سون. المسلسل 12 حلقة، وبيتكلم عن اتنين توأم متطابقين في الشكل بس مختلفين في الشخصية، ميري وميجي. ميري هادية، مش اجتماعية، شاطرة في دراستها، كئيبة شوية، مش بتبتسم كتير يعني. عكسها أختها ميجي، فاشلة في الدراسة بس بتحب الحياة بقى، واجتماعية ومبتسمة دايما. في يوم ميري هتكون بتعاني من ضغوطات في الشغل، فهيقرروا الأختين إن هم يتبدلوا مكان بعض، كل واحدة هتعيش حياة التانية. طيب المسلسل بقى، هل ليه ايجابيات هل ليه سلبيات؟ هنعرف كل ده دلوقتي، فيلا ندخل في الايجابيات والسلبيات. اول حاجه في الايجابيات طبعا اختيار الكاست، الصراحه موفق جدا. وكمان برضه يونج انا بحبها قوي، تمثيلها تحفه، من الممثلات الابداعات حقيقي. كمان باك جين يونج انا بحبه، بس دايما بيبقى البطولات اللي معاه مش ببقى حباهم قوي. فاخيرا لما قريت طبعا الخبر ان هو انضم للمسلسل قبل ما يتعرض، انبسطت قوي، اللي هو اخيرا بقى ايه، هشوف اتنين، هشوفه بيمثل مع واحده بحبها يعني. رقم اتنين، ان هو مفيش مثلث حب، ان ميري معاها البطل التاني وميجي معاها البطل، فاللي هو ايه، مفيش مش هنزعل على الطرف التاني ده احلى حاجه يعني. رقم ثلاثة كمان، علاقه الامهات ببعض كانت جميله قوي. انا كنت بحب اتفرج قوي على علاقه ام سوهو مع ام ميجي، فكانت علاقتهم حلوه. كمان شخصيه ام سوهو كانت جميله قوي. انا عاوزه اقول لكم ان انا في الاول ما كنتش متقبلاها، لان واخده عليها ان هي دايما بتبقى في الادوار اللي هي الشرسه بقى، اللي هي ايه، البيئه شويه يعني. فلقيتها جايه بقى في دور صوتها هادي، ولابسه اللبس الحلو، وبتتكلم بطريقه كلاس يعني. فما حسيتهاش في الدور الاول، قلت مش لايقه خالص. فبس بعد كده لما اتعمقنا يعني في شخصيتها وكملت المسلسل، لا عجبني دورها قوي وعملته حلو الصراحه. وانبسطت ان هي خرجت من الدور اللي هو البيئه بقى، اللي هو دايما المتطفله يعني وكده. فعجبني دورها قوي وعجبني شخصيتها قوي، وبصراحه اتاثرت معاها، خصوصا في علاقتها مع سوهو. اتأثرت معاها وكنت خايفة ما يظبطوش علاقتهم في الآخر، بس الحمد لله يعني. كمان دور الجدة كان حلو قوي، وإن هي بتعرف تفرقهم من بعض ومهتمية بيهم وعلاقتهم ببعض معاها، خصوصا ميجي والجدة. وكمان علاقة الجدة التانية بقى اللي هي روزا، وقصة صاحبتها، وقد إيه الاتنين كانوا بيحبوا بعض، وصداقتهم كانت في منتهى الجمال. وإن هي لحد آخر لحظة في حياتها صاحبتها ضمنت اسمها، وعلشان يعني ما يحصلهاش مشاكل بعدين. فقصتهم الصراحه كانت جميله قوي. المسلسل كمان فيه دفء قوي، في كذا علاقه انسانيه في المسلسل، زي ما قلت علاقه الامهات ببعضها، وعلاقه ميجي وسوهو، وفي كذا قصه يعني. قصه ميجي كان حصل لها دروب كده في حياتها، وميري اللي هي هتتغير وهتبقى قويه. وقصة سوهو كمان مؤثرة، قصة سوهو محزنة قوي من بدايتها لحد الآخر. بس كل ده في الآخر بيوروك ازاي البني آدم بيقدر يقف على رجله مرة تانية. فيها مشاعر من النوع ده. حبيت كمان إن ميجي كملت دراستها، ويعني كانت دايما بتبقى محرجة، إن هي ما الناس دايما بتبص لها بنظرة إن هي ما تكملش بقى تعليمها وكده. حبيت إن هي بسبب الحاجات اللي عاشتها قررت إن هي تبني نفسها، وإن هي تكمل دراستها وكده. علاقة سوهو وميجي كانت جميلة برضو. بالنسبة بقى للسلبيات، أول حاجة، مش حاجة طبيعية إن الأم ما تعرفش تفرق بين عيالها. ممكن في حالات إن ممكن ما تعرفش تفرق، بس إزاي لما هم اتبدلوا ما عرفتش. يعني هي في واحدة عايشة معاها كتير، والتانية دايما في فصول، فالمفروض إن أنت تكوني عارفة شخصية دي وشخصية دي. لما اتبدلوا فواضح التغيير الكبير ما بين الشخصيتين، فازاي ما عرفتش تفرقي؟ يعني جاي تفرقي بقى في الاخر. طب ما هو كان واضح يعني، بعيدا عن اننا كمشاهدين يعني، بس كان واضح ان في تغيير في الشخصيه. حتى لما كانت بتتكلم معاها او كده كانت بتبقى مستغربه هي اتغيرت. طب ما هو غباء ده، ما انت عندك بنت تانية يعني، اكيد اتبدلوا. فالصراحه ما كنتش حاساها ان هي منطقيه، ان هي ما تعرفش تفرق، حتى لو ما تعرفش. بس
باين يعني. المشكله بقى ان الكاست كله كان عارف ان هم اتبدلوا بسبب الشخصيات المختلفه، والام جايه في الاخر تتفاجئ يعني. كمان ما حسيتهمش اتعمقوا قوي في قصه سوهو مع ميجي، يعني بالرغم ان هم حبوا بعض الاول وبيحبوا بعض من زمان، بس علاقتهم ما بدأتش غير لما كبروا. حسيت فيه دايما ان في احراج ما بينهم او كده. ممكن في الاخر اخر حلقه حسيت ان الوضع تمام، خدوا على بعض بزياده، بس هو كان نفسي ان هو يبقى يركزوا شويه على علاقتهم بشكل اكتر من كده. كمان من ضمن السلبيات الصراحه ما عجبنيش ان هم ما عملوش ادوارهم وهم في الثانوي. يعني هم اصلا شكلهم صغير وسنهم صغير، فما كانش ليها لازمه ان هم يجيبوا اتنين تانيين يعملوا دورهم وهم في الثانوي. كده كده بارك بيونج بيبي اصلا وشكلها صغير، وجين يونج كمان شكله وسنه صغير، فما كانش لها لازمه ان هم يجيبوا ابطال تانيين يعملوا دورهم وهم في ثانوي. لو كانوا مثلا سنهم اكبر من كده فتمام، لو هم جابوا اتنين يعملوا دورهم ايام الثانوي او ايام وهم صغيرين فتمام، انما هم اوريدي صغيرين، فما كانش ليها لازمه ان هم يجيبوا ناس تانية تعمل دورهم. خصوصا ان كان في مشاهد ما بينهم كتير في الثانوي حلوه قوي، فكانوا لو هم عملوها كانت هتبقى عميقه اكتر يعني. وكمان جين يونج كان عامل مسلسل في نفس السنه، كان لابس فيها لبس المدرسه، وكان عامل دور طالب ثانوي، فكان عادي ان هم يعملوا ادوارهم. مش شايفه الصراحه ان هم شكلهم كبير عشان يجيبوا ناس تانية تعمل دورهم. ما حبيتش ده الصراحه. انا حبيت ان هم عملوا ادوارهم وهم في الثانوي، حبيت دورهم قوي وعملوا الدور حلو. بس لما بشوف باك يونج وجين يونج عملوا دورهم وهم في الثانوي فكان هيبقى تمام يعني. هم لو لبسوا بس اليونيفورم بتاع لبس المدرسه خلاص شكرا. هم هيبقى شكلهم صغير من غير اي حاجه، ما كانش ليها لازمه يعني من وجهه نظري. بالنسبه لي كان المسلسل محتاج ان هو يبقى فيه حلقات اكتر من كده، لانهم حسيتهم في الاخر حشوا الحلقات، يعني اللي هو خلاص المسلسل هيخلص فيلا بسرعة نكمل مشاهد بقى الحاجات اللي ناقصة يعني. أنا كان نفسي أشوف مشاهد أكتر لأم سوهو مع سوهو، وكان نفسي أعرف بالحوارات اللي هي حصلت أيام زمان مع أمه، وإن هو كان فاهم غلط. هو دلوقتي فهم إن هو كان فاهم غلط وكده، بس كان المفروض بقى يعرف بالحاجات التانية، وإن هو لما هو صغير سمعهم بيتكلموا كان المفروض يعرف رد فعل أمه كانت إيه. فكنت حاسة إن في حاجة ناقصة في دي. بس انبسطت ان هو اخيرا حاسس ان هي بتحبه فعلا، مش ان هي مجبره ان هي تربيه او كده. فدي كانت يعني اللي هي هونت عليا شويه في الاخر. زي ما قلت علاقه ميجي وسوهو كان نفسي تكون اكتر من كده. العبيط بقى علاقه ميري مع البطل الثاني، باين ان هم معجبين ببعض وكده، بس سابوها مفتوحه ان هو ولا اعترف ولا هي اعترفت ولا في النهايه ان هم ارتبطوا، لا يعني سابوها كده. كان نفسي يعني ان هو كان يظبطوا بقى اللي هو في الاخر على الاقل في اخر مشهد ان هم يعترفوا ان هم بيحبوا بعض، او لما هو جه من السفر يبقى مثلا في مشهد ما بينهم لطيف. لا برضه يعني ما حسيتش ان هو كان المفروض يبقى كده يعني. كان المفروض يبقى حتى يقفلوا ما بينهم ان هم مرتبطين بعد ما عدى كام سنه، ان هم اعترفوا بمشاعرهم كده يعني، ما يسيبوهاش كده. حتى تلاقي في ناس كتير اللي هم بيحبوا الكابل ده اتضايقوا من ان هم ما عبروش عن مشاعرهم في الاخر. بس كده تقييم المسلسل 9/10. المسلسل طبعا انصح بيه جدا، فيه مشاعر جميله وعلاقات انسانيه قوي، فانصح بيه طبعا جدا. وما تنسيش تعملوا لايك واشتراك، وتكتبوا لي في الكومنتات تحت اذا كان المسلسل عجبكم ولا لا، وعاوزين اتكلم على مسلسل ايه المره الجايه. بس كده اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.